بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم مسلما كثيرا. معكم مستر محمد عبد الصمد، والقناة اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها دلوقتي اسمها قناة ايزي انجليزي، من اليمين للشمال، انجليزي بالعربي وايزي بالانجليزي. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع حل امتحان اللغة الانجليزية محافظة المنيا، الصف الثالث الاعدادي، الترم الاول 2024 2024. نبدأ ان شاء الله على طول في المحادثة. نقول بسم الله. رأس السؤال بيقول حسام is asking Ali about his father's job. حسام بيسأل علي عن وظيفة أبوه. فحسام بيسأل علي بيقول له What's your father's job Ali؟ ما هي وظيفة أبيك يا علي؟ طيب، لما حد يحب يجاوب على السؤال ده قبل ما نقول إيه الوظيفة أو قبل ما نحاول نعرف إيه الوظيفة لازم نقول he is، ثم أو آن ثم الوظيفة. تمام؟ مش لازم تقول ماي فازرز جوب، وظيفة أبويا هي كذا، لا، تقول على طول هي از وظيفته وتقول كذا، الأفضل يعني. طيب، لو نزلنا تحت هنا بعد النقط هنلاقيه بيقول هي وركس ان بريب سكول، بيعمل في مدرسة إعدادية، يبقى طبعا هي از تمام تيتشر، وقلنا عشان تيتشر بتبدأ بساكن. لو كانت انجينير مثلا مهندس كنت هقول ان انجينير، لأن انجينير بتبدأ بصوت متحرك اللي هو الاي. هي از تيتشر، هو يعمل مدرس. السؤال اللي بعد كده او النقطه اللي بعد كده، حسام بيساله سؤال فقال له he works in a prep school، بيعمل في مدرسه اعداديه. طبعا اهم حاجه عندي هنا ان انا هسال هنا، او سوري، اهم كلمه موجوده هنا هي المكان يا جماعه. لازم اعرف انا هسال عن ايه. انا هسال عن المكان، هو بيعمل في مدرسه اعداديه، يبقى عايز اقول اين يعمل. طيب انا هسال هنا بوير، تمام، where. وبعد where انا عايز فعل مساعد. هبص للجمله مش هلاقي اي فعل مساعد من الافعال المعتاده اللي هي am و is و are و was و were وكان و could and so on and so forth وهكذا. فاذا لم نجد فعل مساعد في الجمله زي ما قلت في المحادثات اللي قبل كده، ننظر الى زمن الجمله. زمن الجمله هنا he works، مضارع بسيط منتهي بالاس، يبقى على طول هاخد does كفعل مساعد، يبقى where does ثم الفاعل he. والقاعده بتقول كلمه استفهام في المضارع البسيط زائد do او does زائد الفاعل زائد المصدر اصل الفعل بدون اضافه، يبقى works هكتبها من غير الاس هتبقى work. يبقى السؤال where does he work، اين هو يعمل. طيب، بعد كده حسام بيقول what does he teach، ماذا يدرس. ماذا يدرس، بيدرس ايه في المدرسه، ماده ايه. طب برضه لو احنا قرينا الكلام ده كله، تمام، does he like works no I want to be a doctor، مفيش دليل هو بيدرس ماده ايه. فاحنا ممكن نقول اي ماده، وبما ان احنا دي ماده انجليزي او احنا بنحل امتحان انجليزي فهنقول هو بيدرس لغه انجليزيه. طب الاول هجيب هي هنا، تمام، ثم هكتب teach، تمام، بس طبعا هضيف لها الاي اس هي تيتشز. طب ليه يا مستر، ما هي فوق تيتش في المصدر؟ عشان كلمه استفهام زائد داز زائد فاعل زائد المصدر، وعند الاجابه هي دي مفرد غائب، دي جمله خبريه، يبقى الفعل في المضارع البسيط هينتهي باس او اي اس او اي اي اس. وطبعا تيتش اخرها سي اتش، فهتاخد الفعل مع المفرد الغائب باضافه اي اس. هي تيتشز، هو يدرس انجلش اللغه الانجليزيه. لو كتبت اي ماده ثانيه مفيش اي مشاكل. تمام. طب حسام بيقول does he like his work، هل هو يحب عمله. تمام. طبعا مفيش دليل، بس طبعا ضروري اوف كورس هيكون بيحب عمله. طب حد قال نو يا جماعه، لو حد قال نو مش معقول يعني شغال ومش بيحب عمله، ولكن ممكن انسان يشتغل وما يحبش عمله. فلو قلت نو هتعدي، بس الافضل انك تقول يس. طبعا يس هي، ودي جايب داز هنا، يس هي داز، وطبعا لو نو هتبقى نو هي دازنت. طب حد كتب اوف كورس طبعا بيحب عمله، او شور طبعا اجابه برضه صحيحه. حسام بيسال سؤال تاني وفي عامل استفهام وناخد بالنا من الكلام ده، قلت قبل كده، فقال له نو اي want to be a doctor. I want، لا انا عايز ابقى طبيب. يبقى هو ممكن يقول له عايز تبقى مدرس او عايز تبقى زي ابوك مثلا. طيب انا عايز هنا فعل مساعد بمعنى هل، طول ما الاجابه فيها يس ونو يبقى السؤال بهل. طب هنا مفيش اي فعل مساعد موجود، يبقى ننظر لزمن الجمله. want في المصدر يبقى هجيب دو كفعل مساعد، وطبعا القاعده بتقول دو زائد الفاعل زائد المصدر. الاي مين هنا، الفاعل مين، سوري، هنا اي هيتحول الى يو، لان حسام بيتكلم علي بيقول له هل انت، ويقول له لا انا لا اريد ان. يبقى دو يو want، هل تريد ان تكون. ممكن اقول له to be like your father، مثل ابيك، او to be a teacher، هل تريد ان تصبح مدرسا. ممكن اقول له في الاخر ايه to do you want to be a teacher كمان to هل تريد ان تصبح مدرس ايضا. قال له no لا I want to be a doctor، وكده المحادثه خلصت. ندخل على السؤال اللي بعد كده يا جماعه مع بعض. ثانيه واحده حضراتكم. السؤال بعد كده سؤال اكمل يا جماعه. طيب الكلمات من فوق اتراكتيف جذاب، ان يعني فيه، وان بتيجي بمعنى على وبتيجي بمعنى فيه برضه مع ايام الاسبوع. جاردن حديقه، population سكان، هيفي بتيجي بمعنى ثقيل. طيب ماي نيم از سلمى، اسمي سلمى، اند اي ليف نقط منيا، بعيش منيا، هو عايز يقول بعيش في المنيا، مدينه المنيا. المدن والبلاد تاخد حرف الجر ان،
تبقى رقم 1 في الامتحان. طبعا انت بتكتب مش بترقم، بس عشان وقت. It is in the middle of Egypt، انها في طبعا وسط مصر. The نقط of Minya is about 6 million people. اللي عايشين في المنيا حوالي 6 مليون شخص، 6 مليون نسمة. طبعا يبقى السكان طبعا population number 2. If you come to Minya، لو انت جيت المنيا you can visit many نقط places، يمكنك ان تزور اماكن نقط كثيرة. اماكن طبعا طيب اماكن attractive، بيوصف الاماكن attractive، اماكن جذابة كثيرة. like مثل the international نقط on the east bank of the Nile، مثل the international طبعا garden الحديقة الدولية في الضفة الشرقية من نهر النيل، international garden. and wonderful monuments in تل العمرنة أو تل العمرنة، وآثار رائعة في تل العمرنة. بعد كده يا جماعة السؤال اللي بعد كده هو سؤال القطعة، نشرح فيه مباشرة إن شاء الله مع بعض. ثانية واحدة حضراتكم، أحاول أبين بس القطعة لحضراتكم بحيث إن إحنا نبقى ملمين بكل الكلام المكتوب في القطعة. أظن إن شاء الله إن هي كده واضحة عند حضراتكم. بسم الله، نقول بسم الله مع بعض. بسم الله. طيب بيقول هنا a lot of people admire famous persons such as scientists, film stars, sportsmen and writers. في ناس كتير بتعجب بالمشهورين، الأشخاص المشهورين مثل العلماء ونجوم السينما أو الأفلام والرياضيون والكتبة أو الكتاب. They love them and consider them role models، بيحبون بيعتبروهم قدوة ليهم يعني. And often try to follow them، وبيحاولوا يتبعوهم. However، ومع ذلك there are other heroes in our life، يوجد أبطال آخرين في حياتنا. They هم maybe less famous. They اللي هو مين هنا بقى، خدوا بالكم هي تحتيها خط. They اللي هم مين، other heroes أو الأبطال التانيين أو الهيروز. يقول في أبطال تانية في حياتنا ربما يكونوا أقل شهرة but they play important roles in supporting their communities and providing a better life. بس بيلعبوا دور هام جدا وضروري في دعم مجتمعاتهم ودعم الحياة، أو يحاول تشجيع الحياة الأفضل، أو يحاولوا يحسنوا من الحياة يعني يخلوا الحياة أفضل. We should respect every active farmer who works hard from sunrise to sunset to grow our food. يجب علينا نحترم كل فلاح نشيط بيعمل من شروق الشمس حتى غروبها لكي يزرع طعامنا. The brave soldier who is ready to die for his country. الجندي الشجاع الذي مستعد ان هو يكون يموت من اجل بلده. The clever doctor، والطبيب الماهر who works day and night، اللي بيعمل ليل ونهار to fight diseases and help sick people to become well. الذي يعمل جاهدا لمحاربة الأمراض وفي مساعدة الناس على التحسن يكونوا بصحة جيدة. The honest teacher، المدرس الأمين أو المخلص who works hard to prepare his students for a better life in the future. والمدرس الأمين اللي بيعمل جاهدا ليجهز طلابه ليعيشوا حياة أفضل في المستقبل. The good citizen who does social and voluntary work، والمواطن طبعا الطيب أو الجيد الذي يقوم بعمل تطوعي واجتماعي. All of these are good examples of the real heroes. كل دول أمثلة للأبطال الحقيقيين. We should get much love. Who should get much love and respect. الذين يجب أن يحظوا على حب أكثر واحترام أكثر. طيب يا جماعة معلش يمكن عشان بس أحاول أظبط القطعة معاكم طبعا عشان تبقى باينة. السؤال الأولاني بيقول لك The main idea of the passage، الفكرة الرئيسية للقطعة إيه بقى؟ الفكرة الرئيسية ترى clever doctors, active farmers, honest teachers, real heroes. كل دول ذكروا في القطعة ولكن دول كانوا أمثلة يا جماعة. طبعا الفكرة الرئيسية هو بيتكلم عن real heroes، الأبطال الحقيقيون. real heroes، الأبطال الحقيقيون. ندخل بعد كده السؤال بعد كده. طب question number 2، السؤال الثاني بيقول يا جماعة not help their students to have better life، بيساعدوا طلابهم لكي يحصلوا على حياة أو يعيشوا حياة أفضل. teachers المدرسين، farmers doctors soldiers. طبعا هي teachers المدرسين، وطبعا ما تقولش احنا مش بنحله خلاص. انت لو رجعت للقطعة كده معايا ثانية واحدة معايا كده wait a minute، يعني هتلاقي الكلام ده مكتوب أهو يا جماعة. The honest teacher who works hard to prepare his students، لكي يجهز طلابه for a better life، لكي يحيوا حياة أفضل في المستقبل. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول We should always know the heroes in our life، يجب علينا نقط الأبطال في حياتنا. forget ننساهم، respect نحترمهم، dislike hate، وعايز أقول hate نكره طبعا. خلي بالك أنت افرض مش عارف كلمة respect يعني. أولا أنت عارف forget يعني ينسى، مش معقول هننسى الأبطال أو هنكرههم dislike. أو طبعا دي معناها بورنيطة. هو ممكن عايز يقول هيت يعني ممكن تبقى هنا في ايه طبعا يقرأ احتمال يعني، وعلى العموم هنستبعدها طبعا، فهتبقى طبعا ريسبكت نحترمهم. وطبعا الكلام ده برضه موجود في القطعة. فين يا مستر؟ اهو اخر سطر في القطعة واحنا بنقرا لو خدتوا بالكم معايا اهو بيقول ايه هنا. بيقول who should get much love and respect الاحترام او يحترم. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه يا جماعة؟ ركزوا معايا كده، عايزكم تركزوا. السؤال اللي جاي ده بيقول what does the underlined word they refer to. they طبعا they it
الاول هنقول it، تمام، ثم نقول refers، نحط اس طبعا عشان في does هنا، does refers to، يعود على طبعا، لو فاكرين ان احنا خططناها ورا قلنا مهمه اهي، تمام كده معايا حضراتكم ثانيه واحده. they، ادي they اهي يا جماعه، they وقبلها بيقول there are other heroes in our life، يبقى it refers to heroes او other heroes، تعود على الابطال. تمام كده يا جماعه، دي الاجابه. طيب طبعا انا بخطط عشان الوقت، حضراتكم تكتبوا في المفروض تبقوا كاتبين في الامتحان ان شاء الله. Why should we respect soldiers؟ لماذا يجب ان نحترم soldiers الجنود؟ طيب برضو لو بصينا في القطعه مع بعض كده ندور على كلمه soldiers هنلاقي الكلام ده مكتوب اهو، مكتوب ايه هنا بقى؟ The brave soldier who is ready to die. لو هنقول طبعا because لان ماشي he is هو الجندي يعني ready to die مستعد انه يموت for his country من اجل بلده والدفاع عنها. هي دي الاجابه يا جماعه، هي دي الاجابه يا جماعه. طيب نمبر 6 سؤال طبعا يعتبر سؤال رايك شخصي بقى. Who is your model in life؟ Who is your role model in life؟ مين نموذجك او قدوتك في حياتك؟ ممكن طبعا تقول لي my father is my role model. My father. ممكن تقول برضو because من عندك دي because he works hard for us لأنه بيعمل because he works hard for us بيعمل جاهدا من أجلنا. أو ممكن تقول my father بس برضو تنفع، تمام، أو my mother. تمام. بعد كده يا جماعة ندخل على السؤال الخاص بالاختياري معايا. بسم الله أهو، تمام، السؤال الخاص بالاختياري حضراتكم معايا. نبدأ نقول بسم الله، بس نحاول ايه نوضح الشاشة كده. طيب The Aquarium معرض الأحياء المائية has different kinds of، طبعا ده معرض الأحياء المائية يبقى فيه أنواع مختلفة من طبعا fish السمك. A note is a word that you type to log into a computer، كلمة بتستخدمها عشان تدخل بيها على الكمبيوتر، طبعا نسميها الباسورد، كلمة المرور. تمام، دي كلها definitions تعريفات يا جماعة. The note of the word formal is informal، كلمة formal و informal الاثنين طبعا antonym متضادات. antonym يا جماعة لأن synonym مرادف وسيم نفس الكلمة يبقى برضه مرادف وmeaning معنى يعني نفس برضه الكلمة تقريبا، يبقى antonym هو المضاد. formal رسمي، informal غير رسمي، دي الإجابة الصحيحة. number 4 A note is a person who does work without getting money، شخص بيعمل without بدون الحصول على نقود، طبعا ده بنسميه volunteer متطوع. number 5 To form the adjective from the verb care، كلمة care عشان نعمل منها الادجكتيف يعني الصفة بنحط لها السفكس اللاحقة ايه؟ هنجرب كل اللاحقات دي مع care، الوحيدة اللي هتنفع هي careful. انا بقول كده ليه؟ بقول لو انت مش حافظ السفكسز والبريفكسز، لكن لو انت حافظها خلاص. لكن كلمة care طبعا طول ما عارفين حاجة اسمها careful يعني حريص وcareless يعني مهمل، ولا واحدة من السفكسز دي تنفع مع care، يبقى careful يعني حريص او حذر. It was a real نقط to answer all the questions، لقد كان نقط حقيقي بالنسبة لي إن أنا أجاوب كل الأسئلة. لقد كان إيه طبعا challenge، it was a real challenge، تحدي بالنسبة لي إن أجاوب كل الأسئلة، وإن شاء الله أنت قد التحدي وجاوبت كل الأسئلة. طيب ندخل على آخر السؤال، والسؤال اللي قبل الأخير هو السؤال يا جماعة read and correct أو اقرأ وصح ما بين الأقواس. طيب The computer is not expensive than phone، انا عندي بقارن ما بين الكمبيوتر والتليفون، وكلمه expensive دي صفه طويله، تمام، ويبقى القاعده بتقول هنا طبعا more زائد الصفه الطويله زائد than، more expensive اكثر غلوا، more expensive، وطبعا than موجوده. السؤال بقى كده as she not the film her mother was cooking lunch، خلي بالك من الكلام ده. بينما هي كانت نقط as هنا على فكره as while وجست as يتبع او يتبع بماضي مستمر ثم ماضي بسيط اذا حدثان قطع احدهما الاخر. طب لو الحدثان كل واحد في حاله يبقى ده ماضي مستمر وده ماضي مستمر. هنا بيقول ايه؟ بينما هي كانت بتشاهد الفيلم امها كانت بتطبخ الغداء. طبعا ما فيش تقاطع، ما قلناش هي كانت مثلا بتشاهد الفيلم فالنور قطع بتشاهد الفيلم فالتليفون رن. طيب خلاص يبقى دي هتبقى ماضي مستمر. فالماضي المستمر بيتكون من ايه يا جماعه؟ was او were زائد الفعل المضاف له ان جي، مصدر فعل مضاف له ان جي. طبعا was بتيجي مع هي وشي وات، يبقى شي هتاخد هنا was she was وحط ان جي لواتش تبقى watching اهي watching. بينما كانت تشاهد الفيلم امها كانت تطبخ. he is a not person I don't like to listen to him، ما بحبش استمع له خالص. يبقى هو شخص ايه؟ شخص بالنسبه لي ممل boring، شخص مسبب للصفه. هتقول لي يا مستر محمد طب ما he is ده عاقل او انسان المفروض احط اي دي. تمام ما انا معاك. طيب لكن لو كان الشخص ده مسبب للصفه، يعني الشخص ده مش حاسس بالملل، لا ده هو بيخليني انا
امل، يبقى شخص ممل. ليه بقى؟ انا ما بحبش اقعد معاه. يبقى اذا كان الشخص مسبب للصفه احط للصفه اي ان جي بورينج. طيب ندى نقط friends with مها since they were children، منذ ان كانوا اطفال. طبعا since يا جماعه يجي وراها جمله ماضي بسيط وتسبق بمضارع تام. طيب ندى وانا عندي بي، طب ندى في المضارع التام بتاخد ايه؟ بتاخد هاز. تمام ماشي. وبي تصريف ثالث منها بين. بين تمام. يبقى ندى has been friends with مها since they were children. طبعا has been friends كانت هي المفروض طبعا has been كانوا اصدقاء مع ندى او كونت صداقه مع مها منذ ان كانت. يبقى ندى كانت صديقه لمها او كونت صداقه مع مها منذ ان كان طفلين. طيب نمبر 5 he has done his homework yet، قام بعمله بالفعل. انا قلتها بالعربي اهي، ما ينفعش اقول يت. يت بتاتي في نهايه الجمله الاستفهاميه او المنفيه. طب مين بتيجي في نهايه الجمله المثبته؟ already. already. يبقى الجمله ايه؟ he has done his homework already، قام بواجبه بالفعل او عمل الواجب بالفعل. طبعا يا جماعه الباراجراف هنا بيقول a nice holiday you had last summer. طبعا باراجراف سهل جدا يا جماعه، يعني بيقول هنا اجازه لطيفه قضيتها الصيف اللي فات. طبعا انت بتقول اجازه قضيتها فين؟ where، when ورحتها امتى، what did you do there وعملت ايه هناك، what did you see وماذا رأيت، what places did you visit والاماكن اللي زرتها، who did you go with ورحت مع مين، when did you come back رجعت امتى. ده اسهل باراجراف ممكن تكتب فيه، واتمنى التوفيق للجميع. طبعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وشير في الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.